تخيلوا دولة على حافة الإفلاس، تتراكم ديونها، يحذرها صندوق النقد الدولي من الانهيار، ثم فجأة تعلن بفخر: سنمنح مليار دولار لدول إفريقية. نعم، كأن رجلاً منزله يحترق ويبدأ بتوزيع المال على الجيران. صندوق النقد يقولها بوضوح: اقتصاد الجزائر هش، قائم على النفط، عاصفة واحدة في السوق وكل شيء ينهار. لكن بدل أن يرمموا الداخل، اختاروا أن يتبرعوا للخارج. الديون ترتفع، الخزينة تتآكل، والشعب يلاحق الحليب والزيت وكأنها جوائز وطنية. لكنهم مشغولون بشراء الحب الدولي بمليار دولار. أكرمهم الله، هم أهل الكرم، ولو على حساب الجوع والعطش. لكن ما السبب الحقيقي لهذا السخاء؟ إنه الهوس بالمغرب، وكأنهم يصرخون: انظروا إلينا، نحن أكثر سخاء من جارنا. منافسة طفولية بتكاليف وطنية. الجزائر الآن تقدم هدية فاخرة، بينما ثلاجتها فارغة، تضيء وجهها أمام العالم وتطفئ الكهرباء عن بيوتها. أي عبقرية هذه؟ أهو كرم سياسي أم انتحار اقتصادي في زي أنيق؟ ما رأيكم أنتم؟ هل هذه خطوة دبلوماسية ذكية أم مقامرة متهورة بمستقبل بلد؟ شاركوا هذا الفيديو واكتبوا آراءكم في التعليقات.